يا صباح الهنا، يا صباح الخير، يا صباح التفاؤل. فيديو النهاردة مليان بالحيوية. يلا نشوف النهاردة هنعمل ايه. طبعا زي ما واضح قدامكم القمر والعسل ده العيش الفينو. العيش الفينو عاملينه بكل احترافية في البيت. لا تقوليلي الفرن كذا ولا مخبز كذا، هنعمله بكل احترافية وهش جدا وجميل. يلا نشوف عملناه ازاي، بس يا ريت ما تنسونيش في لايك وشير وتعليق حلو منكم ليوميات حنان. نسمي الله ونقول المقادير بتاعتنا ايه. زي ما واضح قدامكم المقادير بتاعتنا بسيطة جدا. دي كوباية معيارية. هنستخدم النهاردة نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق دول عبارة عن ايه او كام كوباية؟ عبارة عن 3 كوبايات ونص، لان كيلو الدقيق 7 كوبايات. تمام يا ست الكل. هنضيف عليهم ايه؟ والاسهل من ده كله كمان ان هنعجن بميه دافيه، من غير لبن ولا لبن بودره ولا حليب سايل ولا لبن بخيره ولا اي حاجه. تمام يا ست الكل. ميه دافيه. هنضيف 3 كوبايات دقيق ونص وننخلهم كويس جدا، ومعاهم طبعا رشه الملح. هنضيف بقى نص كوبايه سكر اللي هو الفنجان الصغير، واقل منهم شويه، يعني نص فنجان الا معلقه زيت نباتي، ومعلقة خميرة فورية، أو لو عندك الخميرة البيرة اللي هي الخميرة العجين، ونص معلقة بيكنج باودر، ورشة الملح بتاعتنا. المية بتاعتنا دافية. هنضيف فيهم المكونات بتاعتنا: الخميرة والبيكنج باودر طبعا بنضيفه على الدقيق كالعادة، ورشة الملح. هنضيف السكر والزيت والخميرة في المية الدافية. هنقلبهم كويس، وبعد كده ننزل تدريجيا بالدقيق اللي عليه رشة الملح ونص معلقة البيكنج باودر. تمام كده. لحد كده واحنا ماشيين بالهداوة واحدة واحدة مع بعض. يا ريت بقى يا ست الكل ما تنسينيش باللايك، ما تحسسنيش ان انتي عليكي طار وخايفة من حد لا يشوفك. اليوتيوب ما حتى لو عملت لايك مش هتتشافي يا ستي. تمام كده. هننزل بالدقيق بتاعنا اللي نخلناه كويس جدا وضفنا عليه رشة الملح ونص معلقة البيكنج باودر على السائل اللي احنا عملناه اللي هي مية دافية، وعليها السكر والزيت والخميرة. هنعجن بقى بايدينا. وعايزة اقول لكم ان الفينو العجينة بتاعته بتكون لازجة شوية وبتكون طرية، او بمعنى صح عجينة مفتوحة. يعني ايه مفتوحة؟ يعني عجينة لا ناشفة قوي ولا طرية قوي. تمام يا ست الكل. اعجني بقى في الفينو بتاعك مدة طويلة علشان يكون معاكي العجينة عاملة زي الملبن. تمام يا ست الكل. لو تلاحظوا ان كمان في الفيديو انا مسرعة وبياخد وقت منك، لان النص كيلو دي ده لو عجنتيه في قرص مثلا او اي حاجة بسيطة هتلاقيه في منت، ما بياخدش معاكي دقيقتين وتلاقيها اتعجنت على طول. انت بقى تعجني فيها وتطولي علشان العجينة تبقى معاكي عاملة زي الملبن، يطلع معاكي فينو حاجة كده تحفة، ويطلع معاكي طري ما يطلعش معاكي ناشف. خلاص كده عجناها وبقى زي الفل. ولو تلاحظوا ان العجينة بتلزق شوية، يعني في العجينة من تحت كده بتلزق في طراطيف صوابعي. تمام. هندهن البولة بتاعتنا مادة دهنية ونسيبها فيها تختمر. هنغطيها طبعا بفوطة. وهنا كانت اختمرت معايا. اخدت قد ايه؟ اخدت نص ساعة علشان الجو عندي كان شتا، الجو برد يا جماعة. تمام. لو في الصيف مش هتاخد معاكي 10 دقايق وتلاقيها اختمرت. هنيجي بقى نقسم العجينة بتاعتنا، او من غير ما تقسميها بالنظر كده براحتك، عندك ميزان بتاع المطبخ براحتك. هتعملي الكور بتاعتك او تقسمي العجينة بتاعتك لأجزاء صغيرة. في حجم ايه او بقد ايه؟ هقولك انا. قد البيضة الوزاري بالظبط علشان يطلع معاكي رغيف لا كبير ولا صغير، ويطلع معاكي رغيف حلو جدا. وبما اننا في المدارس تقدري تعملي سندوتشات لاولادك، كل حاجة من البيت. الفينو اهو هنعمله مع بعض، وهقدر اديكوا افكار ان شاء الله على مدار الحلقات الجاية لللانش بوكس لاولادك. بس انت يا ريت ما تنسينيش في اللايك والتعليق الحلو بتاعك. هنكورها بقى ونعملها على شكل السرة دي. بنقفل العجينة للداخل وبعد كده بنكورها. هنا واضحة معاكم اهو. باخد الاجزاء او الاطراف بكورها لجوه وبقفل عليها وبروح ملماها بايدي كده. نص كيلو دقيق عمل معايا 12 رغيف. 12 رغيف يا جماعة، تحسبوهم هتلاقوهم 12 رغيف. انا عملت منهم واحدة كايزر علشان الصينية ما كفتش معايا غير 11 رغيف فينو.
تمام يا ست الكل. بعد ما بترتاح معاكي، بعد ما بتكوريها بتسيبيها ترتاح. وهنا بالمناسبة كان النور فصل والفلاش بتاع الموبايل مش شغال عشان البطارية مش مشحونة، فحبيت ان انا يعني عمالة اعلي في الاضاءة وازود في الاضاءة لحد ما ايه، علشان العجينة تتشاف معانا. بنفردها بشكل طولي. تمام. تفرديها بقى بايدك بنشابة براحتك خالص، المهم ان هي تكون بشكل طولي معاكي. هتيجي بقى تمسكي الاطراف كده اللي هي يمك اللي قدامك على طول، وتلميها لجوه وتضغطي عليها علشان تطلعي منها الفراغات اللي فيها. تضغطي كده لجوه وتلمي، وهتيجي هنا تقفلي، لازم تقفلي كويس جدا، وتيجي الاطراف دي تروحي واخداها لجوه كده وشداها وقافلاها كويس قوي. لازم تقفليها كويس علشان ما يتفتحش معاكي في الفرن ويكون شكله مراحل تكوين الجنين، يعني مش هيطلع معاكي فينو خالص، هيطلع كده اشكال غريبه. ده الحجم اللي انا عايزاكي تعمليه يا ست الكل، مناسب جدا وجميل. معايا هنا صاج، ويا ريت يستحسن لو ورق زبده زي ما انا استخدمت كده. تمام. والفرنه بتاعتك تكون هاديه جدا. اي معجنات طبعا احنا بنحطها على فرن هاديه علشان تستوي براحتها، علشان ما تطلعش معاكي ان هي معجنه من جوه. تمام. علشان تاخدي اللون اللي انت شفتيه في اول الفيديو ده، هقولك على سر للامانه قسما بالله، انا مش لا حاطه فلاتر ولا مزوده اضاءه ولا عامله اي حاجه خالص في الفيديو. زي ما هو كده هينزل عندك الفيديو. النتيجه اللي انت شفتها في اول الفيديو وفي اخر الفيديو قسما بالله من غير فلاتر خالص، ولا عامله تجميل في الصوره اطلاقا. تمام. دي التقفيله اللي انا قلت لكم عليها، لازم تقفلوا كويس وتاخدوا الاطراف، والمكان اخر حاجه اخر جزء لازم تقفليه بالطريقه دي، وتحطيها في الصاج على نفس القفله دي علشان ما تفتحش منك. تمام. هنخلص طبعا كل الكميه اللي معانا بنفس الطريقه. وعايزه اقولك لو حابه تضيفي سمسم برضو جهزي معاكي حبه سمسم، مفيش اي مشاكل. خلصنا بقى الكميه بتاعتنا كلها الموجوده عندنا علشان ما نطولش عليكم الفيديو. سبتها بقى اتخمرت 10 دقايق في مكان دافي. كانت الشمس طلعت وانا بصراحه سبتها في الشمس حوالي 10 دقايق ربع ساعه كده. جبت هنا بقى ده السر اللي هيخليكي تاخدي اللون الجولد الجميل ده بتاع المخبوزات. بصي معلقه لبن كده وبالفرشه ودهني بيها وش المخبوزات عندك. عايزه اقولك بتطلع تحفه جدا يا جماعه، والله والله فعلا حاجه صدق. بصوا لا مبالغه ولا حاجه، معلقه اللبن دي بتديكي لون تحفه جدا. هنا كانوا في الفرنه وكنت بسوي فحسيت ان النار عاليه شويه، فهديت النار ورحت قافله عليها الفرنه وسايبه الفرنه الصاج الكبيره دي. وهنا كان طلع معايا القمر. قسما بالله يا جماعه انا بقسم كتير في الفيديو علشان دي حقيقه، مش ضايفه فلاتر خالص. ده اللون اللي طلع اللي انا اخدته في الفينو. بصوا والله والله شهاده لاهل البيت، قالوا نفس ريحه الفينو، نفس المخبوزات فعلا، نفس الطعم. التسكيرة اللي فيه دي جميلة جدا، اقسم بالله كان فعلا نفس الفينو اللي بنشتريه من الفرنة بالظبط. كل ما عليك ان انت تخمريه كويس علشان ما يطلعش كابس منك ويطلع مكتوم. تمام يا ست الكل، ما تستعجليش علشان ما يطلعش منك مكتوم. وهدي الفرن علشان انا احمر زيادة من تحت، انا كان نفسي يطلع اللون افتح من كده. تمام يا ست الكل. ما تنسنيش بقى في لايك وشير وتعليق حلو منك لحنان اللون. كمان هوريكم لما افتحه من جوه بيكون هاش ازاي زي ما شفتوه في بداية الفيديو. اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.